السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم بينك ايديز. اليوم رجعت لكم فيديو جديد وسهل ولذيذ، طريقة كيكة قرص عقيلي. فإذا حابين فيديو أو الطريقة تابعوا معنا. هذه المكونات 4 بيضات، وطبعا فانيلا عشان ريحة البيض، وكاس سكر، وزعفران ممزوج بملعقتين موية ورد وملعقتين موية، وملعقة صغيرة هيل، ونص كاس حليب، وربع كاس زيت، وأكيد دقيق كاسين، وملعقة وربع باكنج باودر، وشوية طحينة سايدة، وشوية سمسم. أول شي زي أي كيكة نبدأ بسوائل البيض والسكر، نخلطهم شوي لحد ما ينتفشون. طبعا ما ننزل الفانيلا علشان ريحة البيض. دقيقة بس يختلطون، بعدين نضيف باقي المكونات السائلة اللي هي موية الورد مع الزعفران والهيل والحليب والزيت. بعد كذا ناخذ الدقيق وننخله هو البيكنج باودر. مهم جدا نخلي الدقيق لأنه يأثر 50 إذا ما كان 90% على نفشة الكيكة. بعدين نرجع نضيف الدقيق إلى الكيك ونخلطه كويس، نتأكد أن امتزجت المكونات 100%. راح يكون معاكم الخليط كذا مرة سايل، بس عادي. نجي للصينية ندهنها بالطحينة السايلة كلها، وبعدين نرشها بالسمسم. مهم تتوصون بالسمسم لأنه هو اللي راح يمنع الكيكة من أنها تلتصق، وراح يكون أسهل عليكم لما تستوي تطلعونها. بعدين نحط مزيج الكيك في الصينية، وأكيد نكون فاتحين الفرن قبل لا نبدأ نسوي الكيكة علشان يكون مرة حامي، وندخلها الفرن ونستناها تستوي اللذيذة. واو مرة لذيذة. أوبس، يعني هنا صار في مشكلة في التصوير، نرجع نسوي اللقطة. الحمد لله ضبط الوضع. لذيذ، شكلها حلو ومرتب وهشة مرة لذيذة، وطعمها غريب يعني تغيير عن الكيك المعتاد. بصراحة أنا ذقت كذا مرة أحد يصلح كيكة قرص عقيلي بس ما كانت تعجبني كثير. هذه الطريقة حبيتها، هشة ولذيذة، وحتى طعم الطحينة والسمسم ما يعطي نكهة تغني عن الصوص، لأن بعضهم يحطون صوص. وبس كان هذا الفيديو، أتمنى تجربون الكيكة لأنها جدا لذيذة. واكتبوا لي تحت في الكومنت رأيكم بالكيكة، ويا ريت تجربونها وتعطوني رأيكم. وبس لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة.